وزير شريهان وفطوطة، وإن اللي كانت بهجة وسرور جده صلاح مع ليلي يحكي حكايات فيها سحر وضحكي. مرة مدرسة ومرة كوكب، دايما الحدوتة فيها مذهب. هنرجع للزمن الجميل، حكايات مليانة تفاصيل. ده الخير دايما يكسب ويبان، وكل شر لآخر زمان. ميس جميلة قلبها طيب، تحب الناس وتحب تقرب، لكن عدلت دايما مكارة، بتحلم بالشر والإمارة. هنرجع للزمن الجميل، حكايات مليانة تفاصيل. يا سلام يا جد على الروقان والسرحان والخضرة والمية، وطبعا والوجه الحسن اللي مفيش أحلى منه، وجه ليلي حبيبة جدها. بس أنا متأكدة إنك كنت سرحان في وش تاني، أفتكر وش ميس جميلة. ميس جميلة هي عنوان للذكريات الجميلة، واللي كنت من خلالها بحس إني بأدي رسالتي في التعليم بطريقة ووسيلة مختلفة. كنت حاسس إن طريقة ميس جميلة هي الطريقة السليمة والمبتكرة لترسيخ لغة حوار بين ثقافتنا وثقافة الطلبة في المرحلة دي. بس للأسف دايما كان في أعداء للنجاح، زي ما كان في الخير والشر. قصدك ميس عدلات؟ وبسبب ميس عدلات واللي زيها للأسف هتبقى أي محاولة للنجاح لازم تفشل. ولما هبط الروبوت مكمك والحاكم في المنطقة العربية، وبالتحديد أثناء معركة مرج دابق في أغسطس 1516 أثناء استيلاء العثمانيين على إمارة ذي القادر المملوكية. إمارة ذي القادر تلك الإمارة المملوكية التي تقع على الحدود بين الدولة العثمانية والدولة المملوكية. وعندما قرر السلطان الغوري أن يخرج للشام، وقامت معركة بين المماليك والعثمانيين عند مرج دابق، وانتصر فيها العثمانيون على المماليك، ثم أعقب ذلك لقاء العثمانيون جيوش طومان باي قائد المماليك في معركة الريدانية في يناير 1517 ميلادية بصحراء العباسية، وانتصار العثمانيون عليهم ودخولهم القاهرة، وبذلك قضي على دولة المماليك في مصر والشام، وأصبحتا ولايتين عثمانيتين. ايه ده يا مكمك ده؟ ايه اللي بيحصل في المنطقة العربية دي؟ وازاي المنطقة يحكمها ناس غير اهلها، وكمان بيتصارع غزاة تانيين عليها، وكمان ياخدوهم منها؟ ايه الكوكب الغريب ده؟ وايه سكانه دول؟ ما هي دي يا مولاي الحقبة التاريخية في الصراع على المنطقة العربية بين قوتين المماليك والعثمانيين. وطبعا مسرونة احتلت مع المنطقة من العثمانيين. مصر يا مولانا، اسمها مصر. عندك حق يا مكمك، مصر غير مسرونة، لأني كنت لا يمكن أسمح بحصول ده في مسرونة أبدا. تحب عظمتك ننقل على حقبة تاريخية أخرى للمنطقة ونكمل الحقبة دي يا مولاي؟ لا لا لا، لازم نكمل لما نشوف باقي الحكاية. أنا حزين قوي يا مكمك على اللي بشوفه ده. أفندم يا مستر صلاح، حضرتك كنت عاوزني خير؟ في حاجة؟ ممكن يا ميس عدلات تفهميني ليه عملتي كده؟ عملت إيه؟ أنا ما عملتش حاجة.
ده انا سامع المكالمه بودني لعبد الغني بيه وكيل الوزاره. واكيد حضرتك برضو سمعت ان انا ما كلمتهوش لانه كان في اجتماع. بس عدلات، لو سمحتي ما تلفيش وتدوري. ايه هو الشيء الخطير اللي بيحصل في مدرستي وعايزه تبلغيه لوكيل الوزاره ده؟ لو كنت لسه ما بلغتهوش فعلا. رد على تليفونك يا ميس عدلات. الو. ايوه يا فندم. لا ولا خطيره ولا حاجه يا فندم. لا ابدا، انا كنت بطمن على صحه حضرتك والمدام والاولاد. تمام يا فندم. تمام يا فندم. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. سلام. ممكن حضرتك تقولي لي في ايه بالظبط؟ في تسيب وعدم انضباط يا مستر صلاح. ولما يبقى في تسيب وعدم انضباط زي ما بتقولي، تيجي تقولي لي انا علشان نعالجه، ولا تروحي تشتكينا في الوزاره؟ ما انا كل ما اجي اكلم حضرتك تقول لي مش فاضي. يعني بصرف النظر عن انك بتعرفي تكلميني امتى وازاي، اتفضلي حضرتك قولي، اتكلمي. انت عارف يا استاذ صلاح انا بحبك وبحب المدرسه قد ايه، وانا والله بعتبرها مدرستي. طبعا يا ميس عدلات، ده انا متاكد انك عايزاها تبقى مدرستك مش تعتبريها مدرستك. شفت حضرتك فهمني غلط. ارجوك يا مستر صلاح، ارجوك شيل الفكره الغلط دي من دماغك. ممكن تدخلي في الموضوع يا ميس عدلات؟ هو الموضوع اقول لك انا يا ميس عدلات، الموضوع باختصار هو ميس جميله، صح ولا لا يا عدلات؟ وبكده يا ولاد عرف الحاكم طبيعة الصراع اللي بيدور بين سكان كوكب الأرض وقانون القوة اللي بيحكمه، بس برضه عرف كمان أهمية المنطقة العربية وخاصة موقع مصر وأهميته، وصمم على متابعة تاريخ مصر ومعرفة كل حاجة عنه وعن تاريخها. مولانا لسه مصمم على معرفة تاريخ مصر والمنطقة العربية في الحقبة دي. بعد إذن مولاي، الجواب باين من عنوانه. ما تحاولش يا مكمك، شغل المؤرخ وكمل لي باقي الأحداث. يا عيني عليك يا مصرونة. مصر يا مولاي، وآدي المؤرخ. أنه بعد أن ضعفت الدولة العثمانية تطلع البكوات المماليك حكام الأقاليم للانفراد بالحكم، وكان من أهمهم علي بك الكبير، والذي صار الحاكم الفعلي لمصر عام 1768، حيث تحالف مع الشيخ ظاهر العمر حاكم جنوب الشام، واستطاع أن يخضع الحجاز لنفوذه، وأرسل نائبه محمد بك أبو الدهب لغزو الشام، واستطاع دخول دمشق، إلا أنه انحاز للسلطان العثماني واتفق معه ضد علي بك الكبير، مما أدى إلى فشل حركة علي بك الكبير، وعادت مصر ولاية عثمانية تحت حكم شيخ البلد محمد بك أبو الدهب. وبكده عرفت ميس عدلات اني فاهم كويس قوي هي عايزة ايه وبتعمل ايه. المهم يا جدو، هي ردت قالت ايه؟ كالعادة قعدت تلف وتدور وما قالتش في الاخر اي حاجة. طب وانت يا جدو عملت ايه؟ تفتكر يا ليلي انا عملت معاها ايه؟ ايه يا جدو عملت ايه؟ ما تستعجليش يا ليلي، هقولك بس مش النهاردة،
علشان يدوب دلوقتي ألحق أقول الفزورة لحبايب الصغيرين. وفزورة النهاردة هي: في أي سنة كانت موقعة مرج دابق وبين مين من الدول، ولمن كان النصر؟ والسؤال مرة تانية: متى كانت موقعة مرج دابق وبين من الدول، ومين الدولة اللي انتصرت؟ وطبعا عارفين هتبعتوا الإجابة ازاي. وكل سنة وانتم طيبين. يلا بينا نلعب وندور في الحواديت جوا سطور، فوازير شريهان وفطوطة ونيلي كانت بهجة وسرور. جدو صلاح معليلي يحكي حكايات فيها سحر وضحكي، مرة مدرسة ومرة كوكب، دايما الحدوتة فيها مذهب. هنرجع للزمن الجميل، حكايات مليانة تفاصيل، ده الخير دايما يكسب ويبان، وكل شر لآخر زمان. ميس جميل